مش عارف بس ما تعرفش فضل مهندس شريف صورنا. روح هناك بقى كده. ادوس فين؟ ما تدوس حاجه، انا دوست خلاص، روح في الوش بقى. صور كده طلع لنا. هتقف هنا والله، تقف هنا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ معلم اتفضل. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اللي مالوش كلام. محدش يعدي كده عشان الكاميرا بتصور يا جماعه. محدش يعدي تاني. الكاميرا عماله محدش يعدي بعد اذنكم. وأيامكم أصلح الله أحوالكم وغفر الله لي ولكم وحفظ الله علينا مصر جميعا، حفظها في هذه الدنيا وفي هذه المرحلة، وصل الله بها بإذن الله إلى بر الأمان والسلام. وإنه من حسن الطالع أن نجتمع في هذه الليلة المباركة في شهر رمضان، في شهر الإخلاص، في شهر الصيام، في شهر الآداب، نجتمع جميعا تحت راية المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية بدعوة طيبة من رئيس المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين السيد الفاضل المستشار أحمد الفضالي، من السادة الأفاضل والإخوة الكرام أعضاء المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين، يجتمع في رمضان في هذه الليلة المباركة أعضاء المجالس لجمعيات الشبان المسلمين بجمهورية مصر، نجتمع في هذه المناسبة السعيدة، هو أول اجتماع للمركز العام لأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات بعد ثورة كريمة مباركة، بعد يوم 25 يناير التي أراد الله سبحانه وتعالى بها تكريم مصر وعودتها إلى مكانتها العظيمة وإلى مقامها المحمود. ولذلك فقد تشرفنا جميعا بتوفيق من الله تبارك وتعالى بهذه الثورة التي أعادت للمصريين حقهم وكرامتهم، وأعادت للمصريين المحبة والمودة، وبرهنت على أن شعب مصر العظيم موجود عند اللزوم، إنه شعب طيب طاهر ينتفض للحق وينادي بالصدق. ولذلك بذل أبناؤنا وشبابنا في هذه الثورة كل غال ورخيص
أرواحهم ودماءهم في سبيل حرية هذا الوطن الكريم وهذا البلد العظيم. فإذا كنا قد اجتمعنا في هذه الليلة فالتحية كل التحية لأبنائنا الشهداء والدعوة من القلب لهؤلاء الشباب المخلصين الذين أدوا الواجب عليهم وقاموا برفع الراية. تحية لهم ودعاء وتحية لأهل الشهداء الذين كرمنا الله بهم وبحضورهم، فلهم التحية ولهم كل التقدير والاعتزاز. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الليلة المباركة إنما نعبر عن المحبة والمودة، نعبر عن أخلاق هذا الدين العظيم الذي نتخلق به، نتعلم من الإسلام ومن رسول الإسلام من محمد صلى الله عليه وسلم السماحة والمحبة والمودة لكل أبناء هذا الوطن الغالي من المسلمين والمسيحيين، وما يدل إلا على الترابط والتماسك منذ مئات السنين. ولهذا أيها الإخوة، إن دين الإسلام دين الحضارة والمدنية، ولا يعرف التعصب ولا يعرف الشر